السلام عليكم مشاهدين قناة حامد محاسن الكرام. موعدنا في فيديو جديد ومراجعة لمكنة الحلاقة كيمي 2021 بالشكل الجديد بالشكل الثالث. نزلت الأول بالبطاريات النيكل العادية، بعدها نزلت بالبطاريات الليثيوم كان شكل الكرتونة باللون الأزرق، وده أحدث إصدار ليها. تعالوا نشوفوا الإصدار ده عن قرب وندخل نعمل انبوكسنج كامل ومراجعة كاملة شاملة للمكنة اللي بجد عمرها ما هتخذلك، سواء في الصالون او واخدها للاستخدام المنزلي والاستخدام الشخصي. مكنة بصراحة هي افضل من الفلوس اللي بتندفع فيها. تعالوا ندخل نشوف المكنة. عدنا اليكم من جديد. ده شكل عبوة البيع من كل الاتجاهات بتاعتها بالشكل ده كده. المكنة أول مميزاتها إن هي بطارية ليثيوم سريعة الشحن، بتنشحن في ساعة واحدة بس وبتدي لك ساعة ونص تشغيل. من مميزات المكنة إن موتورها فائق 7000 لفة في الدقيقة. أنت متخيل يعني إيه 7000 لفة في الدقيقة؟ من مميزات أيضا الماكينة إن سلاح الماكينة ما بيجرحش ولا بيقلم نهائي خالص، وآمنة جدا على المناطق الحساسة. بتستخدم للحلاقة الداخلية رجالي وحريمي. المكنة بصراحة فخر ما أنتجت شركة كيمي حقيقي. بثق جدا في هذه الماكينة. فيها مؤشر للشحن، المؤشر بتاع الشحن وهي بتشحن بيفضل يضيء باللون الأحمر، وقت ما بيكتمل الشحن بتاع المؤشر ده بيتحول للون الأخضر تلقائي. فدي طبعا ميزة رائعة جدا ما كانتش في الإصدارات القديمة. البطارية بتاعتها 600 ملي أمبير، حجم كويس جدا، تشتغل معاك ساعة ونص. انت عاوز بعد كده ايه؟ ومن ضمن ايضا المميزات ان هي بتشتغل معاك وقت لما تفضى شحن. لو هنفترض ان انت بتحلق وما شحنتهاش، بتشتغل معاك دايركت مباشر على الكهرباء المباشرة. طبعا دي المحتويات اللي هنوريها لكم لما نفتح عبوة البيع بتاعتنا ان شاء الله. هفتح لكم المكنة بشكل عام اوريها لك تشطيب، لا فينش رائع رائع، كأنك بتشتري موبايل او هاتف حديث من الاصدارات الحديثة. شركة كيمي بصراحة اصبحت شركة رائدة في مجال ماكينات الحلاقة، وشركة يعتمد عليها كلية، بحيث ان انت ممكن تشتري كل حاجتك منها لو بتفتح صالون. طبعا الكابل بتاعها تايب سي، بتشحنه على اي رش شاحن. خلونا بقى ندخل نفتح عبوة البيع ونرجع لكم تاني. عدنا لكم تاني وبنفتح العبوة معاكم. طبعا بتيجي بالفينش ده كده. شكل العبوة رائع جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا دي المكنة الجميلة من شركة كيمي، بتيجي بالكفر ده. لو واخدها للبيت بعد كل مرة استخدام لازم بعد التزييت تحفظ المكنة في الكفر ده. بيجي هنا لزقة على وش المكنة عشان المكنة ما تتجرحش. عاوز تشيل اللزقة شيلها، عايز تسيبها سيبها. يعني التجاريح دي جاية على اللزقة نفسها. لو شيلنا دي كده المكنة هتبان معاك زي الفل. طبعا مدخل الشاحن تايب سي. تعالوا بقى ندخل نشوف كل حاجة عنها. ده طبعا الكتالوج بتاع الماكينة وكيفية الاستخدام اللي هنشرحها، وطبعا بعض النصائح بتاعة التشغيل. كابل التايب سي اهو، ده كابل التايب سي. هتشحن او مدخل الكابل خليه من عند كلمة كيمي دي، يعني انت هتدخل دي كده من عند كلمة كيمي وعلى اي راس شاحن ما عدا راس الايفون، وتشحن المكنة ما عدا راس الايفون، وتشحن باي راس شاحن. اي سامسونج، ريلمي، اوبو، انفينكس، هونر، اي ماركة تشحن بها ما عدا راس الايفون. فرشة تنظيف ومزيتة. بعد كل مرة استخدام بنضف وش المكنة
الفرشة وزيت المكنة بتاعتي. الزيت اللي جاي معاه اهو زيت معتمد من شركة كيمي، حجمه 3 مللي جرام. معاك 3 أمشاط للتدريج اللحية، وليكن أنا هركب المشط بالشكل ده كده أهو، والتكة من ورا من هنا خلاص كده ركب. يبقى ده المحتويات اهي قدام الكاميرا عشان حضرتك تكون شايف كويس. الفرشة دي حجمها معقول جدا ان هي تنضف المكنة. كانوا زمان بيجيبوا فرش صغيرة، لا الفرشة دي حجمها كويس، فكنا الاول بنوصي ان انت تنضف بفرشة اسنان، تخصص فرشة اسنان كده تنضف بيها. اما دي الفرشة شايف حجم الفرشة لا بأس بيه. تنضف معاك المكنة من هنا من الوش بتاعها بعد كل مرة استخدام، وتشغل، و3 نقط زيت على وش السلاح. زيت، احفظ عين مكانتك، احلق بقى المرة الجاية تمام. التشغيل بتاع المكنة، مكنة شغالة معاك زي الفل بسم الله ما شاء الله. مكنة صوتها هادي لان معمول لها كاتم صوت، وكاتم الصوت اهو ما بين السلاحين كاتم صوت، منه بيشيل السلاح ده ومنه بيكتم الصوت. برضو في كاتم صوت فوق الموتور عشان الرجة بتاعت الموتور. المكنة وزنها أخف من القديمة لأن القديمة كانت فيها بطاريتين نيكل، أما دي بطارية ليثيوم واحدة، فوزن المكنة دي أخف من القديم. طيب قوة المكنة دي وقوة المكنة القديمة الاتنين في نفس القوة، لأن الموتور واحد والسلاح واحد، فقوة المكنتين واحد يا جماعة. مع العلم ان دي صوتها اهدى من الاولانيه بتاعت زمان، لان تم التزويد كاتم صوت بيكتم الرجه بتاعت الموتور. اللي زي ما قلت دي بتضيء بالاخضر وانت شغال، وانت بتشحنها تضيء معاك باللون الاحمر، لما تكتمل شحنها اللون هيبقى اخضر زي ده كده. السلاح امن امن امن، كأن السلاح اصلا ماشي على البشرة على بلي، لان السلاح منها يا جماعة فيه تكنيك معين بيخلي السلاح امن جدا على البشرة وعلى المناطق الحساسة، ما بتحسش بألم منه، لان السلاح هنا ملفوف في لفة من افضل الاسلحة اللي عملتها شركة كيمي او كل مكانات الحلاقة على الاطلاق المكنة دي. نصيحتي ليك ما تفكش المسامير دي، نصيحتي ليك ما تشحنهاش بأي وصلة غير الوصلة اللي جاية معاه. ما تستسهلش وتقول هشحنها بالشحن الموبايل، لا خليك في وصلتها. انا كده رجعت كل الماكينة. بحب اقول لك قبل ختام الفيديو ان الماكينة متوفرة عندي عند حامد محيسن، عنوان الروضة مركز فرسكور محافظة دمياط. الروضة طريق الترعة، طريق فرسكور الترعة الكبيرة بجوار قاعة جار القمر، وبعد الإسعاف لو أنت جاي من فرسكور، ولو أنت جاي من ناحية الروضة بعد قاعة جار القمر. أشوفكم في فيديو جديد، سلام عليكم.